خوتي المغاربة خواتي المغربيات، مرحبا بكم في قناتكم شو تيفي المغرب. كما شافوا بزاف الناس أن في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر اليوتيوب واحد السيدة اللي خرجوها من القبر ديالها بجهة بن حمد في المغرب، إحدى المدن المغربية تقريبا في جهة السطات. هاد السيدة كانت تعاني من ورم عبارة عن انسداد على مستوى الرقبة وكذلك من القواطر. السيدة اللي تقريبا هذه مدة 10 أيام كانت في شي كلينيك، إما في مدينة برشيد إما في مدينة الدار البيضاء. على إثر العملية توفيت هذه السيدة ورجعت إلى الحياة مرة أخرى، ثم توفيت في المرة الأخيرة. واليوم نرى العديد من الصحف الإلكترونية تتوارد مواضيع حول عودتها إلى الحياة في قبرها بعد 9 أيام أو 10 أيام تقريبا من دفنها. المهم، كي لا أطيل عليكم، هناك تضارب في الآراء بالنسبة لطبيب رشيد، أي الطبيب الذي وضع عنده الجثة للمعاينة الأولية بعد إخراجها أو استخراجها من الصندوق في مدينة بن حمد. وكذلك يأتي الطبيب الشرعي ليفند أو ليزيل الشك أنها لا زالت على قيد الحياة، وأن هذا هو الذي طلب منه كطبيب شرعي. ولكن هذا ليس هو سؤال المغاربة أو سؤال، قبل كل شيء، سؤال عائلة الضحية أو عائلة الهالكة أو المرحوم. المهم، يأتي الطبيب الشرعي ليفند أي ليتضارب مع آراء طبيب آخر اللي سمعناه حنا كاملين. طبيب آخر اللي كنقولو حنا طبيب فهمتيني، وخا معظم المغاربة أو معظم الناس كيضحك على الطريقة ديال الكلام ديالو، لكن كيجي السيد الآخر طبيب الشرعي اللي تا هو جانا بسيتو، جانا بواحد فهمتيني لغة أخرى خاصة به. المهم، هذا لا يهمنا، نحن محايدون ونقوم فقط بإعطاء رأي محايد ورأي علمي في بعض الأحيان إذا درس الضرورة. المهم، قمت ببحث شخصي في موقع لعلماء في الحياة البشرية أو في العلم بصفة عامة، وكذلك بالنسبة للناس الذين يتكلمون على ماذا يقع ما وراء موت إنسان، أي كيف يتحلل. فألاحظ مجموعة من الأمور ومن المواضيع العلمية التي تتحدث بصفة دقيقة على ما يحدث وراء موت الإنسان. يقال: متى يبدأ جسم الميت بالتحلل؟ كسؤال، يبدأ جسم الميت بالتحلل بعد الوفاة مباشرة، حيث يبدأ جلد الميت بالتفسخ البسيط، تظهر رائحة خفيفة لا يشعر بها الإنسان ولكنها تجذب الحشرات وخاصة الناس الذباب. مهم، هذه معلومات جميلة، لكن نريد هذا. سوف نقوم بالذهاب إلى ما يهمنا. بعد مرور نصف ساعة من الوفاة تظهر بقع حمراء أو أرجواني في مناطق مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى شحوب في البشرة وارتخاء في العضلات وانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم. أما بعد مرور 36 ساعة من دفن الجثة تظهر مجموعة من البقع الخضراء في منطقة البطن خصوصا حول السرة، بالإضافة إلى سيلان في مقلاة العين وتعتيم للقرنية. بعد مرور 5 أيام يخرج الزبد من الفم والأنف ويصبح لون الجلد أخضرا، وخصوصا في منطقة الصدر والبطن. كما تتجمع الغازات في منطقة البطن مما يؤدي إلى انتفاخه، وتظهر بعض النفاطات أو النفطات الغازية تحت الجلد، ثم تنتفخ منطقة الوجه وتبرز العينين واللسان، وبالتالي تختفي ملامح الوجه وتنبعث من الجثة رائحة كريهة وشاق. بعد 36 ساعة، ماشي 9 أيام،
بعد 36 ساعة. المهم بعد مرور 10 أيام على الوفاة تساقط الجلد كما تساقط الأظافر. واسمعوا 10 أيام هذا على الوفاة تساقط الجلد كما تساقط الأظافر والشعر، ويظهر الدود في منطقة الوجه وأعضاء تناسلية، وبالتالي تحل جميع الأنجسة في الجسم ويبقى الهيكل العظمي وحده. والمهم دابا هذا كما ترون تقرير علمي يقراه مثلا هاد الطبيب وهاد الطبيب، لا طبيب فهمتيني لا طبيب سيتو، هادشي كلشي علمي، يعني هادشي قراوه الناس، يلقن للأطباء فهمتيني، ومعترف به عالميا. سي دكتور فهمتيني مبغيتش تفهموه حيت فهمكم الحقيقة وخاف على راسو، كتشوفو ملي كيدوي في الفيديو ديالو خاف انه يدوي شي حاجة. واما الطبيب الدكتور سيتو هذاك راه شو الطريقة اللي كيدوي بها، انا هكا انا قال لي هكا انا نلبس هكا، يعني جاي يخيط اوامر فقط، جاي خاصو يسمعنا داكشي اللي خاصنا نسمعو حتى هو كذلك. وكتشوفو من خلال الهضره ديالو انه ما كيحاول ياكد على شي حوايج اللي ما كاينينش. وكنشوفو واقيلا ان عائله الهالكه ستتنازل عما يقال، انا سوف تتنازل على متابعه الطبيب الذي اعطى اذن أو أعطى حالة وفاة في المستشفى الخاص. نتمنى أن لا يصبح مجال الطب في المغرب مجال فقط للانتفاع المادي، وليس فيه روح الإنسانية وروح الطب كطب لتحسين جودة مستوى العيش البشرية أو الإنسان بصفة عامة، ولا يكون له ليس له وجه المادي فقط. وانتظر الحقيقة بالنسبة لهذه السيدة المرحومة التي توفيت، أن يبقى لبس ولغز بالنسبة للحقيقة، أن السيدة في بدء الأمر كما تقول على لسان أختها أنها تم إعلان وفاتها، ثم كذلك في غضون 24 ساعة تم الإعلان عن رجوعها إلى الحياة، وبعد ذلك تم عاوتاني إعلان موتها. فهناك كثير من الأشياء التي تظهر عدم وثوق الطبيب الذي أعلن الوفاة في المرة الأولى، أي الخاص بالمستشفى الخصوصي، على حالة وفاة حقيقية. هذا كل شيء. أتمنى أن تتركوا لنا بعض التعاليق الخاصة بهذه القصة، وكذلك أن تدعو للسيدة والمرحومة بالجنة والغفران. وكذلك أتمنى منكم أن لا تبخلوا علينا بالدعم بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد، ولايك إذا أعجبكم الفيديو. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. Catch 'em all.